السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. معاكم هدير من قناة بنت من البنات. النهارده رجعت لكم بفيديو عشان نكمل فيه فيديوهات الاعداد اللي احنا ابتديناها، اللي هو للبنات اللي هي بتسألني على الاعداد اللي انا جايباها في الجهاز بتاعي. فالنهارده هعرض لكم كمان، انا عرضت لكم الفوط، فالنهارده كمان هعرض لكم اطقم السرير اللي انا جايباها. بس النهارده هعرضها لكم على جزئين، لان انا حاولت اصورها كلها على جزء واحد، لقيت هتبقى طويلة جدا فخفت تزهقهم. فالنهارده ان شاء الله هعرض لكم بس اطقم 5 اطقم اللي انا جايباهم، وان شاء الله هعرض لكم بقيه الاطقم اللي انا جايباها. وان شاء الله لما اخلص بقى الاطقم كمان هعمل لكم فيديو كده مختصر عن الحاجات اللي انا جايباها بالاعداد، يعني عن الاغطيه، يعني البطاطين واللحفه والملايات والفوط هلمها لكم كلها بالاعداد في فيديو واحد، علشان ايه؟ تبقى ايه، اي بنت بتسالني على الاعداد يبقى انا ايه قلت لها كل حاجه، يعني ايه يعني ايه، ويا رب حد يستفاد كده. فان شاء الله اول بقى طقم هوريه لكم هو اسمه الفضالي. هو قطن 100% اهو، بس يا رب يكون واضح اهو. زي ما قلت لكم يا جماعه في كل فيديو، زي ما بقول اهتموا بالكميه مش اهتموا بالكيفيه مش بالكميه. اهتموا ان انتوا تجيبوا حاجه نظيفه، اما اهم من ان انتوا تجيبوا حاجات كتير. بصوا، ما هو ده شكل انا بوريكم كده شكل الرسمه بتاعت الطقم. هو بقى مرسوم عليها كده بس لون مختلف. هو في الوان منه على فكره كتير، في برتقاني وموف وحاجات كتيره، بس انا جايبه منه الابيض ده اهو. اهو بصوا، ده بقى رسمته بسيطه خالص خالص يعني، وبتلاقي منه تجيب الالوان اللي انت حباها يعني. بس انا الابيض ده عجبني، يعني لونه حلو كده، وبرضك مكتوب عليه ملايه وخداديه وكده. طقم السرير عادي، بتجيب اللي انت عايزاه، وده شكله. وانا وريتكم الرسمه بتاعه. ده اول طقم معايا. تاني طقم معايا اسمه فرحة. اسمه حلو، ربنا يجعل ايامنا كلها فرحة يا رب. ده بصوا هو موف. بردك التطريز بتاعه من عند الديل، وهنا سادة. مش عارفة باين ولا لأ، بس من هنا سادة. هو ده بيبقى شكله بردك ومكتوب عليه بردك هنا ملاية وخدادية وكده، اطقم السرير اللي احنا عارفينها. انا بس حبيت ايه، انا بعرض لكم الفكر النهارده في الاطقم اللي انا بعرضها لكم، بعرض لكم الاعداد وبعرض لكم الايه الاذواق. يعني لو حد حابب يجيب يعني ذوقي ولا حاجة عجبه ولا حاجة حابب يجيب زيه، ان شاء الله يكون ايه خد فكرة يعني على الاشكال. تالت طقم معايا اسمه روائع البيومي. بصوا انا هفتحه لكم، ده شكله. وعلى فكرة مش نبيتي، وبصوا من الرسمة بتاعته عاملة ازاي. بصوا الرسمة النبيتي هي اللي بتبقى في النص كده. هو بتاعي ده اهو، بتاعي ده. هو في منه على فكرة الوان كتيرة اهو، اللي يعجبك هاتيه. يعني في الوان كتير واشكال كتير، بس هو الرسمه بتاعته اللي هي بتبقى في النص دي وبقيت الرسمه بتبقى حاجه تانية. ده الطقم هنا بصوا اهو. ده الطقم اللي هو الرسمه اللي هي النبيت اللي بقول لكم عليها، وهنا اللون اللي هو الروز ده. ده الملايه ذات نفسها. فانتوا ايه هتلاقي منه الوان كتير واشكال كتير، بس انا بحب يعني ايه بوريكم ايه اللي انا جايباه، يجوز يعجب حد فيكم يعني. ده تالت بقى اهو معايا اهو. ده اسمه مش عارفه اسمه بالعياش ولا حاجه اهو اسمه كده. مش عارفه منطقه صح ولا لا، بس هو انا مش قلباه اهو. بس ده شكله، هو موف باين بردك اهو. بس اهو ده الرسمه بتاعته اهي. ده الرسمه بتاعته هي، بس ده تقريبا كمان مطرز من النص كده، مش عارفه باين لكم ولا ايه. بردك مطرز من النص، وفردك في اشكال منه كتير زي ما تحب يعني. الاذواق والالوان دي بترجع للواحده ونفسيتها، يعني هي بتحب الوان ايه. بس انا بحب عموما الحاجات اللي يبقى مطرزه دي، لان انا بحب التطريز جدا. فده شكله. ده تالت طقم معايا. اشيله بقى عشان اوريكم بقى اخر طقم، بردك روائع البيومي. ده شكله. بس نحاول نشيله ان شاء الله ينفتح. بصوا الله شكله حلو قوي على فكره. انا نسيتهم على فكره والله نسيته. بصوا هو ده شكله، وده شكل الطقم بتاعي. هو حلو قوي على فكره، صدقوا والله العظيم نسيته. ده فيه منه الوان كتيره واشكال كتيره قوي على فكره. بصوا يعني حلو قوي ده ما تقوليش ان انا بقول على حاجتي حلوه والله، بس انا نسيتهم على فكره والله، بقالهم سنه عندي يا جماعه فاكيد نسيتهم. فبصوا ده شكله، على فكره شكله شيك قوي يعني، وانا بحب الالوان دي. بصوا ام حلوه، شكلها حلو يعني. مش عايزه اقول شكله حلو وبتاع. هو ده بقى، هو ده شكله، وبرضك الرسمه اهي.
ايه دي حاجات ايه النهارده عرضت لكم ايه حاجات بسيطه من الاطقم بتاعتي. إيه ان شاء الله عرضت لكم زي ما قلت لكم 5، وان شاء الله الفيديو التاني برضك هكمل لكم بقيه الاطقم، واكمل لكم واجيب لكم كمان بالاطفال وكده. فان شاء الله استنوني بقى في النهارده في الفيديوهات. ومعلش انا ما قلتلكوش الاسعار عشان مش زي ما قلت لكم هو الاطقم دي بقى لها سنه جبتها اول ما اتخطبت مع الفوط، فانا مش عايزه اقول لكم يعني اقول لكم سعر وايه وتنزلوا تلاقوا سعر تاني. يعني ايه، لان الحاجات غاليه بصراحه قوي، غليت قوي قوي عن ما انا كنت جايباها. فان شاء الله بقى استنوني في فيديوهات في الفيديو الجديد بقى الفيديو التاني عشان نكمل بقيه اطقم السراير مع بعض. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.